ومع نزول اخر حلقتين من مسلسل ابن النادي اللي تابعته على 5 اسابيع، واللي طبعا من نوعية المسلسلات الرياضية والكوميدي، فهل كان على قد المتوقع منه؟ على مستوى الأداءات التمثيلية أنا شايف إن الأفضل هو حاتم صلاح، وعمل واحد من أفضل أدواره وشال جزء كبير من المسلسل، ووراه شخصية كابوزيا اللي عملها عبد الرحمن حسن. أما أحمد فهمي أنا شايف إن هو أحسن حاجة عملها إنه ما كانش محور الإفيهات، وعرف يفرش لكل الشخصيات اللي قدامه. وآية سماحة اللي ظهورها في النص التاني خلى الإيقاع أمتع كمان. يمكن انا كنت متوقع منه اكتر من كده هو احمد عبد الحميد، لان انا بحبه جدا وعارف امكانياته ممكن توصل ليه، وفي الدور ده ما اضافش حاجه لنفسه. على مستوى السيناريو المسلسل في اول 5 حلقات على قد ما قدر يحافظ على عامل التسليه، ودي حاجه تحسب له بكل تاكيد، ولكنه ما كانش بيتحرك في اغلب اوقاته، وما فيهوش تفاصيل كفايه تخليني ابقى مشدود. ولكن من اول الحلقه السادسه الامور اتحسنت اكتر، وبرايي ان هو بقى بيتكلم عن المواهب الكرويه اللي موجوده في الشارع، وانك تقدر تكتشفها وتطلع منها افضل ما يمكن. ولكن المسلسل ممتع بكل تأكيد، كان محتاج يكون اقوى على مستوى الاحداث ويكون مليان تفاصيل اكتر، ودي في رأيي مشاكل كانت هتبقى افضل وهتتعالج لو كان اتعمل الفيلم. تقييمي النهائي 7/10.